حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. طبعا ما ينفعش كده نكون في موسم المانجا وما نعملش مع بعض احلى صينيه كيكه بالمانجا. هنعمل النهارده طبقات كده من السعاده واللذاذه. ومش بس كده، الصينيه دي كلها بمقادير سهله جدا وبسيطه تطلع معاكي خطيره كده وتشرفك في اي تجمع عائلي. فيلا بينا كده بقى نسمي الله كده ونصلي على الرسول. بس يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. في الاول كده انا جبت البوله بتاعتي، ضفت هنا 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه. نزلت بقى بمعلقه صغيره من الفانيليا، عليهم كده مع كوبايه الا ربع من السكر ورشه الملح. هضربهم لغايه ما اديني قوام فومي ويبقى يفتح معايا ويبقى معايا بالشكل ده. في الوقت ده هنزل هنا بكوبايه الا ربع من الدقيق، عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر او الكيك شيف. هخلطهم لغايه ما الدقيق بتاعي يختفي تماما. وعايزه اقول لك ان الكيكه بتاعتنا النهارده مفيش فيها لا زيت ولا سمنه ولا زبده ولا حليب، وهتطلع معانا قوام كده اسفنجي وهشه جدا وخطيره. فما تقلقيش منها، تطلع معاكي ناجحه من اول مره. في الوقت ده انا جهزت الصينيه بتاعتي، مبطناها كده بدهنه كده من الزيت وتبطينه كده من الدقيق. هنزل بقى بخليط الكيك، وطبعا في الوقت ده انا مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180. بدخلها كده في الرف الاوسط، بتاخد حوالي تلت ساعه لان اصلا السمك بتاع الكيكه مش عالي قوي. طبعا اول ما بتستوي كده وتبقى جاهزه معانا، بعمل لها اختبار كده بالخله. اول ما بلاقيها خلاص كده تمام معايا بطلعها من الفرن. في الوقت ده انا بقلبها على الناحيه التانية. طبعا بستنى عليها لغايه ما تهدى خالص والحراره بتاعتها تهدى تماما. بجيب بقى هنا معلقه كده من العسل مع معلقتين كده من الميه السخنه، وابدا كده اشرب الكيكه بتاعتي. او لو ما عندكيش عسل ممكن معلقه كده من السكر، بدوبها كده في معلقتين كبار كده من الميه السخنه بحطهم كده على الكيكه بتاعتي. في الوقت ده بركن بقى الكيكه بتاعتي كده، وتعالوا نجهز مع بعض طبقه الكريمه. معايا هنا كيلو من الحليب، عليه تلت كوبايه من السكر، تلت كوبايه من النشا. بقلبهم كده على البارد في الاول، وبعد كده برفعهم على النار. طبعا لازم تقليب مستمر طالما فيها نشا عشان ما تكتلش معانا. بفضل طبعا تقليب مستمر عشان ما تكتلش معانا. اول ما تبدا بقى تبقبق معانا كده وتبدا تغلي، يبقى كده خلاص القوام بتاعنا بدا يربط معانا ويتقل معانا. في الوقت ده بطفي عليها وهحط عليه معايا هنا معلقه صغيره كده من الزبده لو متوفره، لو مش متوفره مفيش اي مشكله. ومعايا هنا معلقه صغيره كده من الفانيليا. وبقلب بقى القوام بتاعه كده. قوام الكريمه بتاعتنا جاهز، وعايزه اقول لك ريحتها وطعمها خطيره بجد. هنجيب بقى صينيه الكيكه بتاعتنا ونبدا ننزل بقى بالكريمه بتاعتنا بالشكل ده. وبكده تكون تاني طبقه معانا جاهزه. ندخل بقى الصينيه بتاعتنا كده التلاجة لغايه ما تبرد معانا تماما وتشد كده على ما نجهز الطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه معايا هنا بقى مكعبات من المانجا. انا استخدمت النهارده مانجا الصديقه. طبعا المانجا الصديقه حلوه جدا في الحلويات، بتبقى طعم وريحه من افضل انواع المانجا بصراحه، انا بحب اشتغل بيها. بقطعها كده بقى مكعبات بالشكل ده. انا استخدمت هنا المانجتين اللي معايا دول. طبعا تقدري تستخدمي اي كميه مانجا وحسب الصينيه كمان اللي انت هتستخدميها. بقطعها بقى على شكل مكعبات وتكون معانا جاهزه بالشكل ده. تعالوا بقى نجهز مع بعض الطبقه الثالثه وهي الجيلي. النهارده هنستخدم طبعا جيلي مانجا معايا بقى البوله بتاعتي. هنزل ب2 باكت من جيلي المانجا، عليهم بقى كوبايه ونص من الميه السخنه المغليه، واقلبهم كويس جدا لغايه ما الجيلي بتاعي يدوب معايا تماما. اول بقى ما الجيلي بتاعي يدوب معايا تماما وكل ذرات الجيلي تدوب معايا في الميه السخنه، هكون مجهزه معايا كوبايه ونص برده من الميه الساقعه المتلجه او ميه بتلج، بحيث انها تبرد معايا الجيلي بسرعه. هنزل هنا بقى بالميه الساقعه اللي معايا. وفي الوقت ده خلاص الجيلي بتاعنا جاهز. هطلع بقى الصينيه بتاعتي، هبدا بقى احط مكعبات المانجا اللي احنا قطعناها مع بعض بالشكل ده، واوزعها بقى على طبقه الكريمه بتاعتنا. هتلاحظي طبعا ان طبقه الكريمه بتاعتنا كانت شدت نفسها كده ومسكت نفسها. في الوقت ده طبعا هنوزع بقى كل مكعبات المانجا اللي معانا دي، وهنحط عليها بقى الجيلي اللي احنا دوبناه مع بعض. وبكده تكون تالت طبقه معانا تكون جاهزه. هنزل بقى هنا بالجيلي بتاعي، ونلاحظ طبعا المسافات عشان بس ايه ما يوقعش معانا. وطبعا لو اتبقى معاكي شويه من الجيلي تقدري تحطيه في اي كوبايات صغيره للولاد، هيعجبهم جدا. هندخل بقى الصينيه بتاعتنا التلاجة كده، ممكن من بالليل لو احنا عاملينها من بالليل عشان تطلع معانا كده متماسكه وماسكه نفسها، تطلع معانا بالشكل وبالجمال ده. بجد خطيره خطيره جدا، طعمها مش قادره اوصفلك عن جمالها. تعالوا بقى نقطعها كده ونشوف بقى الطبقات مع بعضها شكلها عامل ازاي. تعالوا نقطع ونشوف الجمال ده بيقول ايه. بجد صينيه في منتهى الجمال، نسميها كده صينيه الانتعاش، ترطب كده على قلبنا في الجو الحر ده. طبقه الكيكه الهشه مع الكريمه مع الجيلي بالمانجا، حاجه كده في منتهى الجمال. متاكده ان انت هتقومي تجربيها لانها سهله وبسيطه جدا، وطعمها مش قادره اوصف لك عن جمالها. اتمنى وصفه النهارده تكون سهله وبسيطه، اتمنى تجربوها. اشوفكم على خير.